للحديث أكثر حول آخر التطورات السياسية أيضا ينضم معنا سيد صلاح مرسي مدير تحرير الشؤون العربية بجريدة الجمهورية بالقاهرة. أهلا بك سيد مرسي. في البدء أسألك كيف ترى مخرجات قمة البرلمانات العربية التي عقدت في بغداد، وأيضا ما هي إمكانية إعادة ضبط السياسة العربية المشتركة بعد سنوات من القطيعة بين دول وأخرى؟ تفضل. قمة البرلمانات العربية اليوم المنعقدة في دولة العراق هي بتنعقد في الأساس تحت مسمى رئيسي وهو دعم دولة العراق لمواجهة بعض المشاكل التي واجهته على مدار السنوات الماضية، نعم. سواء كانت مشاكل أمنية أو مشاكل سياسية أو مشاكل متعلقة بسيادة الدولة. الجميع اليوم من خلال خطاباته أو كلماته وهو رؤساء البرلمانات العربية تكلموا على نقطة أساسية، وهي عدم التدخل في الشأن العراقي الداخلي واحترام سيادة دولة العراق من دول الأجواء. دي كانت من أهم النقاط الأولى في الكلمات اليوم. النقطة الثانية وكانت المهمة وهي القضية الفلسطينية، والمؤتمر كان منعقد وأكد عليها بصفة أساسية بأن قضية فلسطين نعم. هي قضية العرب الأولى، وأن الجميع أكد على أنه لا تفريط نهائيا في حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67. الجميع أكد على سيادة دولة العراق، الجميع أكد على أهمية التواصل الدائم بين الحكومة العراقية خاصة، وأن الحكومة الحالية هي تكمل المشوار للحكومة السابقة حكومة مصطفى الكاظمي بالانفتاح على العالم العربي. هناك حوارات دائمة ومستمرة بين الحكومة العراقية الحالية ومن قبلها حكومة مصطفى الكاظمي بالتواصل مع مصر تارة، مع السعودية تارة، من خلال قمة بغداد التي انعقدت أكثر من مرة، وآخرها كانت منعقدة في الأردن ومن قبلها انعقدت في بغداد. الجميع أكد على أن دولة العراق هي دولة مهمة جدا جدا للأمن القومي العربي، باعتبارها هي البوابة الشرقية للعالم العربي، وأن استقرار وسيادة دولة العراق هو استقرار للمنطقة العربية، للدول العربية كافة. دي كان بعض النقاط. النقطة الأخرى اللي تكلم فيها اليوم رؤساء البرلمانات العربية يتحدثوا عن ضرورة عودة سوريا مرة ثانية إلى الحضن العربي. الجميع يتحدث عن ضرورة عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، خاصة أن اليوم كان متواجد أمين عام جامعة الدول العربية والمختصين والمهتمين بيأكدوا على أن لا بد من عودة سوريا مرة ثانية. اليوم تحدث رئيس البرلمان المصري وتكلم بصفة أساسية على أن ضرورة دعم العراق في مواجهة الإرهاب، ضرورة دعم العراق في مواجهة الميليشيا أو الأسلحة الداخلية، وعودة الدولة الوطنية القوية التي تخدم في الأساس كل فئات الشعب العراقي. طيب. العراق منذ سقوط نظام صدام حسين وهو بعيد حد. نعم. سيد مرسي، هل تعتقد أن القمة التي عقدت في بغداد تمثل رسالة، إذا أردنا القول، استفزاز إلى إيران وحتى تركيا؟ هما دولتان تمتلكان خلافات جوهرية مع دول عربية وحتى خليجية بالأخص. هو للأسف الشديد اعتادت دولة تركيا وإيران على التدخل الدائم، حتى ليس تدخل سياسي أو لفظي، ولكنه تدخل أحيانا بالقوة. آخرها ما تم على مدار الشهور الماضية اعتداءات مستمرة من تركيا بالسلاح والضرب في بعض المناطق في شمال العراق في إقليم كردستان. ده يعتبر في القانون الدولي اختراق لسيادة الدولة تتمتع بكافة الحقوق وبسيادتها. يجب لو أن هناك خلاف بين المفروض أو في خلاف بين العراق وتركيا، يجب أن يحل هذا الخلاف من خلال المفاوضات، خاصة أن العراق وتركيا دولتين متجاورتين وبينهما علاقات اقتصادية وعلاقات سياسية وبينهما طريق مشترك. هذه الخلافات الموجودة يجب حلها من خلال المفاوضات السلمية والدبلوماسية، بدلا من الرجوع إلى استخدام القوة بزعم محاربة الإرهاب تارة وبزعم حزب كردستان. ده من جانب تركيا. المعروف أن إيران وللأسف الشديد تدخل في الشؤون السياسية لدولة العراق منذ سنوات، هي تدخل في صناعة القرار السياسي في دولة العراق وليس مجرد التدخل العسكري. يعني القمة النهارده أو اتحاد البرلمانات العربية النهارده بيأكد في المقام الأول على ضرورة احترام سيادة دولة العراق
طيب. وأن تحل الخلافات أو المشاكل أيا كانت نعم. من خلال التفاوض والحل السلمي والدبلوماسي. نعم سيد مرسي، أيضا الكثير من القادة العرب يتحدثون عن استعادة العراق لدور ريادي داخل المنطقة. كيف سيخدم برأيك هذا القضايا العربية، وكيف أيضا يمكن للعراق أن يكون لاعب رئيسي فيها؟ تفضل. لا يستطيع أحد إنكار دور دولة العراق، دولة لها تاريخ، لها اسم، لها سياساتها الاقتصادية، دولة تمتلك من التاريخ ما يؤهلها إلى أن تكون لاعب قوي وفاعل في الأمن القومي العربي. نعم. جميع الدول العربية فيها مصر وعلى رأسها مصر أكدت تكرارا ومرارا على أن العراق يجب أن يعود إلى حضنه العربي. نعم. العراق داخل العالم العربي وصنع قرار له دور أساسي في حل المشاكل العربية. جميع الدول العربية لا تضمر أي شر لدولة العراق. الجميع يريد أن يعود العراق مرة أخرى، وهذا لن يتم بسهولة، محتاج لأكثر من مبادرات وزيارات واتفاقات وتواصل دائم ومستمر. مصر بدأتها منذ ما يقرب من 4 سنوات بالبدء في قمة بغداد، والتي عقدت في الأساس في مصر هنا بالتواصل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصطفى الكاظمي سابقا والملك عبد الله. أعتقد أن دي البداية الصحيحة أو الحقيقية التي يتم من خلالها جذب العراق مرة أخرى إلى حضنه العربي. نعم. وتحويل ما بعيدا عن سياسة إيران التي أحيانا تتدخل بهدف إفساد العلاقة بين طوائف والشعب العراقي، سواء كان سني أو شيعي أو كردي أو مسيحي. هؤلاء جميعا عرب في الأساس بينتمون للعالم العربي. إيران أحيانا تتبع سياسة الاستعمار. أعتذر من نعم سيد صلاح لضيق الوقت. شكرا لكونك ضيف وكل ما أفدتنا به بنشرة أخبار هذه الساعة. صلاح مرسي، مدير تحرير الشؤون العربية بجريدة الجمهورية في القاهرة، كنت ضيفنا. شكرا جزيلا لك.